ما خدتش وقت على البوتاجاز بتاع 10 دقايق ربع ساعة بالكتير. استوت الفراخ وهي استوت على نار هادية وسبتها تستوي. خلصت الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. من فترة كبيرة الحقيقة ما بصورش عشان ظروف شغلي ولعبتي شوية. هعمل صينية كده غريبة شوية بس هيطلع طعمها حلو. دول بطاطسيتين، آخر بطاطسيتين عندي قشرتهم وخرطتهم مكعبات، شوحتهم في شوية زيت. والفراخ اللي عندي كان عندي 4-5 قطع، شوحتهم على وشه وبقلبهم من الناحية التانية ياخدوا كده تشميعة، على أساس إن هما لما ما يبقوش مستويين مهريين يبقوا مستويين ومتحمرين منهم فيهم كده. تمام. هقلبهم شويه واشوحهم شويه، بعد كده نرجع لبعض تاني. هبص على الصينيه، رشيت ملح وفلفل وشويه كركم، ومقطعه هنا طماطم وفلفل حامي، ومقطعه فلفل بارد تحتيهم، فلفل رومي، ومقطعه بصل جوليان. كفايه عليهم تشويح. هحط عليهم البصلتين الجوليان. طبعا انا حاطه شويه زيت تحت، هوطي النار شويه وهبدا انزل الطماطم والفلفل، وهبدا عشان تسلك شويه عشان هي بدات تلزق تحت. وهحط شويه ميه صغيرين، ميه دافيه، وهسيبها تستوي. طبعا حطيت ملح وفلفل وكركم. انا بحب الكركم في الاكل جدا لانه صحي وكويس جدا بالنسبه للصغيرين والكبار، من التوابل الحلوه اللي حريفه ولكن مش حاميه، ولكن بتدي طعم حلو جدا للاكل. طبعا مش هحط زيوت تاني لان انا حاطه زيت في الاول بتاع التشويح، حاطه حبه مش كتار. هبدا اوطي عليها النار واغطيها واسيبها تستوي. قلبت كويس ورشيت رشه صغيره ملح وفلفل تاني، وهبدا انزلها كلها في السوائل بتاعتها علشان تستوي بسرعه. بعد كده الحقيقه الصينيه اهي سويتها على البوتاجاز، وبعدين دخلتها خدت وش شويه، وبعدين طلعتها. عايزه اقول لكم والله ما شاء الله، الله اكبر، ريحتها حلوه جدا، مع اني مش حاطه توابل كتير غير ملح وفلفل وكزبره، ولكن شكلها بيقوم. مش عايزه اسويها اكتر من كده، احمرها عشان البوتاجاز احيانا بيلسع معايا. التجربه حلوه، جربوها وان شاء الله تعجبكم باذن الله. وبالف هنا وشفا اللي هياكلوا، بالف هنا وشفا. ما خدتش وقت على البوتاجاز بتاع 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. استوت الفراخ وهي استوت على نار هاديه وسبتها تستوي. خلصت الأولى.